ازيكم يا بنات؟ في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض أساسيات فن الكروشيه، وهنعمل مع بعض سلسلة كاملة هنتكلم فيها عن الهاند ميد بأفكاره المختلفة، سواء كانت تطريز أو كروشيه أو ريزن أو غيرها من الحاجات اليدوية. أهم حاجة هنبدأ بيها إن احنا نتعرف على الأدوات. هنبدأ الأول في الكروشيه. لو انت حابة انك تبدأي شغل هاند ميد يعني وكروشيه وحاجات من دي، اول حاجة هتحتاجيها ان انت تعرفي الادوات اللي انت لازم تستخدميها في المجال دوت. فانت عشان تبدأي صح هقولك دلوقتي اهم الحاجات اللي انت هتتعلمي بيها. مش شرط انك هتبدأي بيها مشروع، لا، انت بس هتتعلمي بالحاجات دي. اول حاجة طبعا هنحتاجها هتكون الخيط. الخيط فيه انواع منه كتيرة جدا جدا جدا، وشركات كتيرة طبعا. اشهر شركتين هتقابليهم اللي هو شركة اليز وشركة هيمالايا. الفرق بينهم بيكون يعني يعتبر بسيط شوية. بيكون عبارة عن ان خيط اليز بيكون الى حد ما متوسط السمك، وهتلاقي منه في اسمك من كده اللي هو اسمه خيط ماكسي. آم، ده بيكون الفتلة المتعارف عليها لأليز، اللي هي الفتلة الوسط. بيكون فيها وبرة شوية كده، بيكون في ملمسها خشن حاجة بسيطة. هي طبيعة الخيط كده. في الجانب التاني بقى اللي هي شركة هيمالايا، بتكون الفتلة بتاعتها أرفع. لو عايزة تعملي حاجات يعني بسيطة كده، مش عايزة حاجة تكون فيها سماكة، وبتكون فتلتها أنعم شوية من أليز، مش بتكون فيها الوبرة. ده مش معناه ان دي احلى من دي، لا، الخيط حسب ما انتي عايزة وحسب ما هتعملي شغل. كل خيط بيبقى يعني ايه، بتشوفي بتناسبي الشغل بتاعك. تاني حاجة بحتاجها هي الإبر. إبر الكروشيه، هي مقاسات ومقاسات كتير كمان. بتبدأ من الزيرو ومعاكي لحد مثلا مقاس 10. كل مقاس له حاجة حسب سماكة الخيط اللي انتي هتستخدميها. مش شرط ان انتي تجيبي كل المقاسات. ممكن تجيبي مقاسات متفرقة. يعني اول حاجة هتحتاجيها ابرة مقاس 3.5، دي الوسط اللي انتي هتحتاجي ان انتي تمشي عليه. دي اول حاجة واول اساس اللي هي بالمقاس ده، بتكون بالمقاس ده. في ابر تانية اللي هي خامة تانية، اللي هي بتكون عاج وفي سيليكون. خامة الإبرة نفسها مش هتفرق معاكي كتير، غير في مثلا الماسكة هتريحي ايدك بتاع. لكن ان هي تفرق معاكي انتي في الشغل، لا، هي مش بتفرق، هي نفس الحاجة. الإبر دي ستانلس، بس هي جميلة جدا. في منها سيليكون، لو انتي مثلا ايدك بتوجعك من الماسكة شوية من المكان دوت، تبقى السيليكون افضل شوية او بتريح الايد شوية، بس ديت برضو حلوة. يبقى اول حاجة. تاني حاجة هتحتاجيها ابرة مقاس 3.5. الابر الكبيرة بنستخدمها في الخيوط الماكسي او الخيوط السميكة جامد. عشان تبقى نافعة معاها. ما تبدأيش أول حاجة بإبرة زيرو أبدا، لأن مش هتعرفي أصلا إنك تتحكمي فيها. إبرة زيرو بتكون صغيرة جدا والراس بتاعتها رفيعة، فانت مش هتعرفي ان انت تتحكمي فيها كويس بالخيط. فطبعا تجنبيها تماما. بعد كده هنحتاج إبرة التنظيف. إبرة التنظيف بتكون إبرة عادية، بس بتكون حجمها كبير شوية. في منها بلاستيك وفي منها اللي هي الستانلس دي. الستانلس أنا بفضلها كتير عن التانية، لان هي حجمها رفيع زي ما احنا شايفين، اللي هي زي الابره العاديه بالظبط. فانا لو عندي شغل وكان الشغل ده يعني مش كبير، حاجه بسيطه، مش هتنتج الشغل معايا او مش هتبوظه. الابره التانية تخينة شوية، مش ليها سن مدبب يعني ان هو يدخل في الشغل مظبوط او كده. فانا بفضل دي لان هي بتكون بتخفي اكتر او اوضح يعني، بتظبط كده الشغل افضل. في ناس تانية كتير بيفضلوا البلاستيك، دي حاجة ترجع لهم تماما. ممكن كمان انك تحتاجي الماركر، بس لو مثلا ممكن تستبدليهم بنفس الشعر. اكيد عندنا اساسي المقص، لانه يعني اساسي مش هينفع لا غنى عنه. بس الماركر تقدري تستبدليها كمان اللي هي بنفس الشعر.
دي يعتبر كل الأدوات اللي هتحتاجيها حاليا علشان تبدأي ان انتي تتعلمي حاجة، تتعلمي الأول الكروشيه. مش هتحتاجي طبعا حاجات كتيرة أو حاجات يعني خزعبلية أو كده، لأ، هي حاجات كلها بسيطة كده وعشان تبدأي صح، وتبدأي ان انتي تعرفي دنيتك رايحة على فين. أول حاجة بقى هنبدأ ان احنا نتعلمها دلوقتي هي مسكة الإبرة، وإزاي أعمل العقدة وأعمل السلسلة اللي هبدأ بيها في في القطعة بتاعتي. في أساسيات طبعا، دي أساس وأهم حاجة ممكن تتعلميها، هي دي لو اتعلمتيها خلاص كده الكروشيه بقى بتاعك. آه، أول حاجة هجيب خيط يبقى واضح كده إن أنا أعرف أعمل عليه، أشرح عليه الغرزة. الخيط والإبرة، مسكة الإبرة نفسها، في ناس بتمسك الإبرة بطريقة يعني ايه معينة شوية، بتمسكها زي القلم، وفي ناس بتمسكها بطريقة تانية. انا هنا بحاول بس اوريكي العقدة. اول حاجة العقدة، بتجيبي الخيط بتحطيه على ايدك كده قدامك، بتعملي دايرة، كل اللي بتعمليه انك بتشكلي دايرة وتخرجي الجزء الطويل من الخيط من الدايرة دي، وبتشديها دايرة بتوسع وتضوق حسب ما انتي عاوزة. ومن الافضل ان انتي تخليها مهوية شوية صغيرين، مش تشديها جامد علشان الشغل يكون ريح معاكي. يبقى اول حاجة انتي بتعملي دايرة وبتسيبي يعني خيط طويل شوية لورا، ده بيكون الأمان بتاعك لشغلك. وبعدين بتطلعي الجزء التاني من الدايرة وتدخلي فيها الإبرة تاني. دي طريقة تانية، بس يعني التانية تبقى أسهل شوية انك بتعمليها بالإبرة، بس دي في المرحلة ان انتي اتقنتي او فهمتي السلسلة نفسها او العقدة نفسها بتتكون ازاي. يبقى كل اللي هعمله هشكل دايرة كده، والدايرة دي هتنيها على الخيط ده كده واخرج منها الخيط، كده اتشكلت عندي عقدة، دي اسمها عقدة البداية. هدخل بقى فيها الخيط، وطبعا ما اقلقش من طول الخيط اللي تحت لانه هو امان وهيتشطب في نهاية اهم حاجة بس ان انا اتأكد ان انا الخيط عندي مش مشدود جامد للدرجة اللي تخليني مش عارفة اطلع او ادخل الابرة او ان انا اتحكم فيها. هبدأ دلوقتي بقى ان انا امسك الجزء ده من الخيط. الاول هوريكي المسكة اللي قلتلك عليها. في ناس بتمسك الابرة بالطريقة دي اللي هي طريقة القلم، دي بتكون خفيفة شوية. في ناس بتمسكها كده بالطريقة دي. انا الى حد ما بستصعب الطريقة دي لان بحس ان ايدي مش خفيفة قوي. انتي حسب ما هتعرفي تمسكي او تتحكمي في الابرة نفسها. الطريقة التانية اللي هي الطريقة دي انك تكوني ماسكاها مسكة القلم، دي يعني بحسها ان هي اخف شوية، بس برضو الموضوع هيرجع لك انتي في ان انتي عارفة تتحكمي بانهي طريقة، او عارفة ان انتي تخففي ايدك في انهي طريقة اكتر. دلوقتي بقى همسك الطرف بتاع العقدة من الناحية دي. شايفين اول حاجة همرر الخيط من بين صوابعي عشان اثبته او يكون مفرود ما يلعبكش معايا، وهرفعه على صبعي التاني تاني كده. هبدأ ان انا اشد. اول حاجة همسك الخيط لفوق واثبت. شايفين انا ماسكة بالجزء ده والصابع دوت مرفوع، دايما يكون مرفوع قدامك عشان يكون شادد الخيط. وهمسك الجزء ده اللي هو عند العقدة بالصابعين التانيين كده. انا يعتبر موظفة ايدي كلها او صوابع ايدي كلها بتعمل شغل، او متحكمة في الخيط. انا ماسكة كويس العقدة علشان مش عارفة اشتغل لو ما مسكتهاش، هتضطر تبقى سايبة كده وتروح وتيجي. فانا هدخل الخيط هنا كده وهمسك العقدة اثبتها كويس كده، وهبدأ ان انا اسحب لقدام. ومجرد ما نزلت الخيط، شايفين انا بنزل الابرة لتحت، مجرد ما لفيتها خلاص الخيط وصل لطرف السنارة بتاعتي، هسحبه واطلعه وابقى عملت اول سلسلة. تاني
انا كل اللي بعمله ان انا بعمل الابرة بنزلها لتحت تحت الخيط. المكان ده لازم أن يكون متحكمة فيه كويس علشان الخيط لو مرخي قوي مش هتعرفي تتحكمي فيه، ولو شادد قوي مش هتعرفي تطلعي الخيط من السلسلة او من على الابرة، هتحسي ان انتي شداه جامد. فانتي حاولي على قد ما تقدري لا ترخيه قوي لدرجة ان انتي مش عارفة تسحبيه، ولا ان انتي تشديه على نفسك جامد فيمسك قوي في السنارة ويبقى لعبك كده فيها مش عارفة ان انتي تشديه يبقى جامد معاكي. فانتي حاولي انتي بتسايسي الخيط. يبقى كل اللي بعمله ان انا بنزل بالابرة تحت الخيط وبعدين بسحبها. طبعا الجزء ده بيروح ويجي كده بيوسع حسب ما انت عايزة عشان لو هتبطلي شغل او حاجة. خليني اقولك واحدة من اهم الغلطات اللي ممكن تقعي فيها في حاجة زي كده، ان الابرة تدخل في الخيط نفسه ما تجيبش يعني ما تاخدش الخيط يتلف عليها، لا انا بدخل في نص الخيط فالابرة دخلت في نص الفتلة، نصها بره الابرة ونصها جوه الابرة، فالموضوع دوت بيحصل زي نتش كده في الغرزة نفسها وبيكون وحش جدا. فانتي لو حصل معاكي كده ما تتجاهليش ده، فكي الغرزة من الاول عشان هتضطري ان انتي تفكي بعدين بعد شغل كتير، ودي حاجة متعبة جدا وبجد بتبقى يعني مؤذية يعني. فانتي لو قابلك حاجة زي كده لا خلينا على نضافة على طول، احنا بنظبط سطورنا فبلاش الحركة دي عشان لو حصلت بجد بتبقى مش لطيفة وشكلها بيكون باين. تاني يبقى انا بنزل لتحت وبسحب الخيط، كل اللي انا بعمله ان انا بنزل لتحت وبسحب الخيط. دي تعتبر هي دي غرزة سلسلة، هي سهلة جدا، كل الحكاية انك تتعلمي العقدة ومسكة الخيط ومسكة الإبرة، طالما عرفتيهم خلاص كده انت تمام. وده بيكون شكل السلسلة، وهي زي ما قلتلك دي زي العمود الفقري للكروشيه. أول حاجة لازم تتعلميها وتكوني متقناها كويس جدا، بيكون شكلها كده، تستمري بقى لحد ما تاخدي طول، حابة انك مثلا هتعملي كوفية هتعملي حاجة، دي بتكون المقياس اللي انت هتكملي عليه. ده بيكون شكلها و وان شاء الله في الفيديو اللي جاي عشان الفيديو بس ما يطولش اكتر هنعمل مع بعض غرزة الحشو والغرز التانية وهنشرحهم كويس. يلا بقى ذاكري كويس وهشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.